اتكلمنا عن فرق التمرين الجيم بالنسبه مثلا للاعيب الكوره اللي المفروض يكون معضل بس في نفس الوقت عضل مختلف عن اي حد تاني. الفرق ما بين الاثنين ان في الجيم لو انا مثلا عايز اتمرن عشان يبقى شكلي احسن وعضلاتي تبقى اكتر، فدايما بتمرن في وضع ايزوليشن، ان انا بعزل كل عضله عن الثانيه علشان احط عليها حمل بوزن تقيل واخلي التمرينه تبقى بطيئه وكنترولد قوي عشان اقدر اكبر العضلات. الجسم في العادي ما بيشتغلش كده، ما بيشتغلش الباي لوحده، ما بيشتغلش التراي لوحده، الجسم بيشتغل كله اوفر اول. فلو لعيب لعيب كوره مثلا راح الجيم اتمرن ايزوليشن، اتمرن كل عضله لوحدها، ده اللي هيتقله ان هو ما مرنش جسمه كله اوفر اول مع بعض. لكن هو يقدر يزود عضلاته، بس لازم عضلاته دي يكون ما بينها انسجام، لان الجسم كله كونكتد ببعض بحاجه اسمها فاشيا. ايه الفاشيا دي؟ عارفه اللي هي من الاخر الحاجه اللي بتغطي العضلات، فجسمك كله اتاتشد ببعض وكله لازق جوه بعضه، فلازم الجسم يكون متعود انه بيتحرك من تحت لفوق مع بعض. فلعيب الكوره او اي لعيب يقدر يزود عضلات بس يعمل تمارين كومباوند، تمارين مركبه بتشغل الجسم كله مع بعض، فيكون السايد افكت للتمارين دي ان عضلاته تزيد، لكن مش الهدف الاساسي. على عكس لو حد عايز يعمل فورمه بيروح الجيم هدفه الاساسي انه يزود عضلاته.